من المرتقب أن يرتقي المنتخب الوطني الأول في سبورة التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والذي يصدره هذا الأخير نهاية كل شهر. وارتقى المنتخب الوطني المغربي إلى المركز 18 عالميا في التصنيف الجديد للمنتخبات الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم صباح الخميس المقبل الموافق الفاتح من شهر دجنبر. ونجح أسود الأطلس في الارتقاء في سبورة تصنيف الفيفا بعد تحقيقهم نتيجة الفوز في المباراة الودية على منتخب جورجيا، إضافة للفوز على منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا، فيما تعادل أمام منتخب كرواتيا المصنف 12 عالميا، وهو الأمر الذي ساهم في قفزة كبيرة بمعدل 4 مراكز. وبالعودة للأرقام، سيكون المركز 18 أفضل مركز يحققه المنتخب الوطني منذ نوفمبر سنة 1999 عندما كان يحتل الصف 18، وقبله سنة 1998 عندما احتل الأسود أفضل تصنيف له على الإطلاق بدخوله لقائمة أفضل 10 منتخبات في العالم. وعقب تحقيقه عالميا والأول إفريقيا وعربيا، وهو أفضل تصنيف الأسود الأطلس منذ سنة 1998.